هل تتخيل إن فنجان قهوة ممكن يخسرك 100,000 جنيه؟ ده مش هزار، ده حرفيا. سامي شاب عادي بيبدأ يومه كل يوم بكوباية قهوة من الكافيه اللي تحت المكتب. روتين بسيط طبيعي جدا. بس في يوم غريب وهو خارج من الكافيه قابل راجل غريب جدا. كان شبهه بالضبط، نفس الملامح، بس أكبر ب15 سنة. عينه فيها حزن وملابس قديمة وشكله تعبان. قرب منه وقال له: أنت في المستقبل. سامي ضحك وقال: أيوة طبعا، وإيه المشكلة يعني؟ النسخة المستقبلية منه طلع ورقة وقال له: دي فاتورتك الحقيقية، 100,800 جنيه. هو ده اللي صرفته على القهوة في 10 سنين. كان ممكن تبدأ بيهم مشروع صغير أو تستثمرهم وتخليهم 300,000، بس أنت اخترت قهوة. سامي اتجمد مكانه. عمره ما حسبها قبل كده. المشكلة مش في القهوة، المشكلة في إنك كل يوم بتبيع جزء من مستقبلك عشان لحظة مزاج مؤقت. وفجأة الراجل اختفى. رجع سامي للكافيه، وقف قدام الباب، وبدل ما يدخل لف ورجع تاني، وراح فتح حساب استثمار بسيط. قرر يبدأ من جديد. دلوقتي اسأل نفسك: لو استغنيت عن العادة الصغيرة دي ممكن مستقبلك يتغير ازاي؟ لو عندك عادة يومية بتنزف فلوسك شاركنا بيها في الكومنتات، وابدأ التحدي من النهاردة. توقف عنها لمدة 30 يوم وشوف الفرق بنفسك.